الحمد لله الذي خلق الإنسان وقد أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فسواه وعدله على كثير ممن خلق فضله وجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل ونصب له الدليل إما شاكرا وإما كفورا أما الكافرون فأعتد لهم سلاسل وأغلالا وسعيرا وأما الشاكرون فنعمهم وكرمهم ولقاهم نظرة وسرورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا فسبحان من بيده ملكوت كل شيء لم يزل ولا يزال عليما قديرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعثه بين يدي الساعة ليكون للعالمين نذيرا وآتاه جوامع الكلام ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا أما بعد فيا أيها المصلون الكرام فإني قمت أمامكم لألقي عليكم خطبة وجيزة حول الموضوع فيما يتعلق به التقوى والله الموفق والمعين فيا أيها الإخوة إني أرحبكم ترحيبا حارا وأهنئكم تهنئة مباركة فيا عباد الله يا ابن آدم من أصبح على الدنيا حزينا لم يزدد من الله إلا بعدا وفي الدنيا إلا كدا وفي الآخرة إلا جهدا ولم يزل ممقوتا مهجورا يا ابن آدم ترزق بالرزق فإن الرزق مقسوم والحريص محروم والاستقصاء شوم والأجل مختوم وقد فاز من لم يحمل من الظلم نقيرا يا ابن آدم خير الحكمة خشية الله وخير الغنى غنى القلب وخير الزاد التقوى وخير ما أعطيتم العافية وكان ربك قديرا وخير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وكفى بك مجيبا قريبا عليما خبيرا وواجب علينا وعليكم فيا عباد الله أن نؤمن بالله ونتوكل على الله ونعمل الصالحات لكي نحصل سعادة الدارين فعلينا وعليكم بالدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولشيخنا ولجدنا ولجداتنا ولعمنا ولعماتنا ولإخواننا ولخالاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم احفظنا واحفظ بلاد المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم احفظنا واحفظ بلاد المسلمين لا سيما دولة بنغلاديش من الفتن ما ظهر منها وما بطن عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر الحمد لله يستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا جد له ولا ند له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك فيا عباد الله
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فيا عباد الله، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيا عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والسلطان المسلم العادل ذل الله في الأرض، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فيا عباد الله، الدعاء مخ العبادة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.